السلام عليكم حبايبي الغاليين، يا رب تكونوا بصحة وبألف خير. هنعمل النهاردة حلوة في منتهى الجمال. طريقتها سهلة وبتتعمل في دقايق، يعني مش محتاجين انكم تقفوا كتير ولا تبذلوا مجهود في الحر اللي احنا فيه ده. وعلى الرغم انها معمولة بدقيق وشوية زيت الا انها دايبة ومرملة وشاربة شربات كويس قوي، كأنكم كده عاملينها بدقيق سميد من كتر الترميلة اللي فيها. تابعوا الفيديو للآخر لأن كل نقطة مهمة هقولها لكم هتكون مهمة جدا لنجاح الوصفة. وأوعدك انك هتاكلي حلوة ملهاش وصف في جمال طعمها وريحتها المميزين جدا. تعالوا نشوف الطريقة. حطوا لايك للفيديو ونسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. معايا 3 بيضات ويكونوا بدرجة حرارة الغرفة او من التلاجة، يعني مش هتفرق. حطينا عليهم كيسين فانيليا بمقدار نص معلقة صغيرة. حطيت كمان ذرة ملح صغيرة قوي. وجبت بقى كوباية من السكر البودرة حطيتها، وكان وزنها كده حوالي 150 جرام. وحاولي كده انك تنخليه قبل ما تضيفيه علشان لو في كتل او حتت مكلكعة نتخلص منها او نفككها من بعضها. وبالمضرب بقى وابدأ اضربي لحد ما تمزجي الخليط كويس. اهم حاجه ان السكر اللي معاك ده يدوب تماما ولون البيض كمان يفتح شويه. بعد كده بقى هتجيبي كوبايه زيت الوزن بتاعها كان 200 جرام. اهم حاجه يا جماعه انكم توحدوا الكوبايه اللي بتعايروا بيها كل المقادير. يعني الكوبايه اللي هتعايروا بيها الزيت والسكر والدقيق يعني تكون هي نفس الكوبايه. ده علشان يعني تكون المقادير معاكم مظبوطه. بتنزلوا بقى بالزيت بالتدريج، يعني بتنزلوا بشويه زيت وتقلبوا لحد ما تمزجوهم كويس. وبعدين بترجعوا تنزلوا بشويه تانيين يعني لحد ما تخلصوا الكوبايه كلها. ومع استمراركم كده في التقليب هتلاقوا ان الزيت ما عادش ليه اي اثر، وكمان لونه افتح عن الاول. فلازم يا جماعه توصلوا القوام يكون تقيل بالشكل ده، يعني ما عادش سائل زي الاول. بعد كده بقى هتجيبوا معلقتين كبار من جوز الهند الناعم وتضيفوهم. جوز الهند كده بيدي طعم حلو وكمان بيدي تخريزه جميله قوي للحلو. وبعد كده ضفت كمان معلقتين كبار من مربى المشمش. بيدوا الخليط كده لون حلو، وكمان يعني بيعلوا النكهه وبيدوها طعم جميل قوي. ورجعت بقى قلبت لحد ما خلطناهم كويس. حاولوا يا جماعه تستخدموا مربى بيوريه او ناعمه علشان ما يكونش فيها كتل او حتت خشنه. بعد كده بقى ضيفوا كوبايه من النشا. بيسموها اخواتنا في الدول العربيه مايزينا، كان وزنهم يا جماعه بالظبط 125 جرام. ضفت عليها معلقه كبيره من البيكنج باودر، كان وزنهم كده حوالي 10 جرام. وما تقلقوش، كل المقادير هسيبها لكم مكتوبه في صندوق الوصف، يعني بالميزان وبالكوبايه العاديه. بعد بقى ما خلطت النشا يعني خلاص كده هتجيبوا الدقيق وتضيفوه. فانا مجهزه 3 كوبايات من الدقيق، كان الوزن بتاعهم 390 جرام بالظبط. حطوا بقى الدقيق واحده واحده بالتدريج لحد ما توصلوا للقوام اللي هوريهولكوا في الاخر. القوام بقى المظبوط بتاع الحلوة دي بتكون يعني طرية وفيها تلزقة شوية. فاحنا يا جماعة مش عاوزينها يابسة. لازم يعني تسيبوها طرية شوية وتكون بتلزق في ايديكم. لان هي بعد شوية يعني بتشد وبتمسك نفسها، وجوز الهند بيشد اي سوائل منها. وبالمناسبة يا جماعة الحلوة دي جزائرية، مش عارفة بيسموها جاتو او ايه، يعني اللي عارف يكتب لنا. تعتبر هي من الحلويات المهمة عندهم في الاعياد والمناسبات. فبصراحة يعني شكلها شدني وكمان طعمها كان حلو قوي. فقلت بقى اشاركها معاكم، واللي مش هيجربها بصراحة فايته كتير جدا. في الاخر بقى يعني حاولت ان اشيل الاسباتولا وبدات ان الم العجينه بايديا. فده طبعا علشان نحس بقوامها وملمسها في الاخر. والعجينه خدت معايا يا جماعه يعني كل مقدار الدقيق اللي هم ال3 كوبايات. فممكن يتبقى منكم مثلا معلقه او تطلع معاكم مظبوطه، او ممكن تحتاجوا معلقه دقيق تانية. فده يا جماعه يعني بيرجع لحجم البيض اللي انتوا حاطينه في الاول. واللي بقى هتلاحظوه هنا ان كنت بختبر قوامها واشوف هي محتاجه بقى الدقيق ولا لا. فلقيتها كده بتشبط كده وبتلزق في ايديا زياده عن اللزوم ومش هعرف اشكلها. فحطيت بقى كميه الدقيق اللي كانت متبقيه معايا. فاللي باكد عليكي فيه هو انك يعني تخلي العجينه لينه زي ما انت شايفه كده. وكمان يعني تكون بتلزق كده حاجه بسيطه. واللي بوريهولك بقى ده هو ده القوام المظبوط بتاعها بالظبط. بعد بقى ما خلصت هتغطوها بكيس بلاستيك علشان ما تتشافش. وسيبوها بس كده 5 دقايق على ما تشد شويه وترتاح. فهتلاقوا يا جماعه كده قوامها شد شويه عن الاول وهتعرفوا تشكلوها بكل سهوله. فبناخد بقى قطعه عجينه منها وبنعملها كوره. فانا عملت وزن كل واحده كانت 25 جرام بالميزان. يعني كده قد حجم الليمونه تقريبا. وحاولوا بقى انكم تخلوا الحجم كله قد بعضه. ده علشان يكون شكلها مظبوط، وكمان اثناء التسوية تستوي مع بعضها. فاللي كنت بقى بكورها كنت بحطها على البلانشة او اي صينية عندك. بس بافردي تحتها كيس تلاجة علشان لما تيجي تشيليها بعد كده ما تلاقيهاش لازقة من تحت. طيب وليه انا ما بحطهاش في الصاج على طول؟ لان يا جماعة هكورها مرة وهسيبها ترتاح على ما اخلص الكمية اللي هحطها في الصاج. فكده بتكون اتشمعت اكتر، وما تيجوا تحطوها في الصاج هتكون الكرة منتظمة ومظبوطة اكتر.
وتقدروا طبعا يعني تخلوا الحجم بتاعها صغير عن كده او اكبر، يعني على حسب راحتكم. بس يعني بصراحة الحجم ده كان حلو قوي. وشكلت بقى على قد الكمية اللي محتاجينها في الصاج، وباقي العجينة هنغطيها على ما نيجي نشكل منها صاج تاني. اما بقى لو الفرن بتاعكم يعني كبير، يبقى شكلوا الصاجين وسووهم مع بعض. جبت بقى الصاج اللي هنسوي فيه ودهنوه بشوية زيت صغيرين، او ممكن يعني تفرشوا فيه ورقة زبدة. وبعد كده يا جماعة برجع اخد كل واحدة واكورها مرة تانية. ولو تلاحظوا كمان يا جماعة ان الكور اللي كنا عاملينها ريحت كده وفرشت شوية، علشان كده احنا بنرجع بقى نكورها مرة تانية، فبتكون يعني اتشمعت وبقت مظبوطة اكتر. رصوا بقى الكور في الصاج وسيبوا مسافات بين كل واحدة والتانية، ده علشان يعني وقت التسوية بتفرش حبة وبيزيد حجمها فما يلزقوش في بعض. وبعد بقى ما بنخلص بتعملوا فيها فتحة او توقيف من النص، بس يعني ما بيكونش واصل لأرضية الصاج، يا دوب فتحة كده، هنبقى نحشيها مربى في الآخر. فجبت بقى العود الخشبي ده وبدأت أعمل بيها الفتحات بالشكل ده. ولو مفيش بقى حاجة عندك تعملي بيها، اغرسي بصباعك فيها كده من النص واعملي الفتحة بكل سهولة. وعلشان بقى الفتحة دي ما تقفلش على بعضها أثناء التسوية، فبرجع أكد عليها ووسعها شوية بصباعي. لازم بقى يا جماعة تدخل على فرن يكون سخن في الأول، فبروح أشغل الفرن وأسخنه في الأول، وبعدين بندخل الصاج وبنحطه على الشبكة في الرف اللي في النص. وبنخلي بقى درجة الحرارة متوسطة، يعني على 180 درجة زي تسوية الكيك كده. والفرن يا جماعة بنكون مولعينه من تحت بس. وأول ما تلاقوا بقى إن القاعدة بتاعتها خدت لون ذهبي، يبقى كده خلاص تعتبر استوت. ممكن تدوها لون خفيف قوي من فوق، او ممكن ما تشغلوش الشوايه، هي هتلون خفيف لوحدها، لاننا يعني ما بنحتاجش نحمرها من فوق علشان ما تنشفش، كمان ترضى تشرب الشربات بكل سهوله. وهي بتاخد تسويه في الفرن يعني حوالي كده 35 دقيقه، ممكن يقلوا 5 دقايق او يزيدوا 5 دقايق على حسب الفرن بتاعكم. المهم انكم ما تغيبوهاش في الفرن قوي يا جماعه زياده عن اللزوم، علشان ما تنشفش او تحجر منكم. بمجرد بقى ما بطلعها من الفرن وهي سخنه، برجع اوسع الفتحه اللي في النص لانها بتكون قفلت على بعضها شويه. ورجعت بقى شكلت الصاج التاني وسويته برضو بنفس الطريقة. وعلى ما تبرد خالص نكون جهزنا المحلول او الشربات اللي هنسقيها بيه، وهو عبارة يا جماعة عن شوية من مربى المشمش او اي نوع مربى انتوا بتحبوها. بنضيف بقى عليها شوية كده من ماء الزهر. الازازة دي انا جايباها من عند العطار، يعني سعرها مش غالي، كانت حوالي كده ب20 جنيه. فاحنا بقى بنحط من مية الزهر لحد ما يكون القوام خفيف، لاننا هنسقي بيه الحلويات بعد كده. بناخدهم بقى وبنشغل عليهم النار لحد ما يسخنوا ويغلوا مع بعض. فاحنا عاوزين الشربات ده سخن والحلوى تكون باردة. وهنبدأ بقى نحط الحلوى في الشربات السخن ده، وبنسيبها فيه مدة مثلا 4 دقايق أو 5 دقايق، ده علشان تتشربوا كويس، فما تستعجلوش وتطلعوها بسرعة، علشان يا جماعة تاخد وقتها وتشرب من الشربات كويس قوي. بحاول كده أغطسها أو من وقت للتاني بقلبها على الناحية التانية، وسيبوها زي ما قلتلكوا يعني 5 دقايق وطلعوها. فبصراحة يا جماعة يعني ميكس المربى مع مية الزهر والله في منتهى الروعة والجمال. النكهة فيه كده قوية، والطعم يعني حاجة كده ما تتوصفش. بجد يا جماعة ميكس رهيب، وبيخلي طعم الحلوى في حتة تانية خالص. ولو تلاحظوا يا جماعة ان لون مربى المشمش محمر شوية، لان كان عندي في التلاجة معلقتين من مربى الفراولة، فحطيتهم يعني علشان تكفي معايا. يعني تقدروا تستخدموا اي نوع مربى بتكونوا بتحبوها، بس بصراحة يا جماعة يعني مربى المشمش كده لها نكهة قوية وحلوة قوي. وبعد حوالي بقى 5 دقايق بنشيل الحلوى وبنصفيها وبنحطها في جوز الهند الناعم، وبنغلفها بقى بيه بالشكل ده. وما تيجوا بقى تعملوا الدور التاني او الكمية الباقية، بسخنوا الشربات لو لقيتوه برد. كمان يا جماعة لو لقيتوا قوامه يعني تقل، ابقوا خفوه بشوية من مية الزهر لحد بقى ما تخلصوا الكمية كلها. وما شاء الله كمية الحلوى دي كانت حلوة قوي. فانا عملت منها يا جماعة حوالي 40 قطعة، كانوا بحجم ما شاء الله حلو قوي. وفي ناس بتاخد كده جوز الهند ده وتديله تحميرة بسيطة وتزين بيه. اما بقى لو مش حابين تزينوها بجوز الهند، ممكن تجيبوا شوية من الفول السوداني المتحمص وتفرموه ناعم، وبعدين تزينوه برضو بيه كده بنفس الطريقة. وبعد بقى ما خلصت الكمية كلها وسقيتهم بالشربات، بنزينهم بقى في الاخر. جبت كده شوية من المربى وحطيتهم في كيس حلواني صغير، بما اننا عاملينها وساقينها بالمربى زي ما شفتوا. ممكن برضو تزينوها بالشوكولاتة، ممكن بالنوتيلا او باي حاجة انتوا بتحبوها. وحابة يا جماعة ان نشكر اخواتنا الجزائريين على الحلويات الجميلة اللي بيعملوها. محدش بقى يقول لي يعني انك واخدة الوصفة وعاملاها، فانا بقول ان دي وصفة جزائرية، ولكن يعني احنا بناخد من بعض كده وبننقل الثقافات من بعض، لكن بننسب لكل واحد حقه وده مش عيب. تعالوا بقى نشوف الجمال والطعامة والشكل الرائع ده. الحلوى ما شاء الله يعني شكلها رهيب وتفتح النفس على الأكل.
شكلها مغري جدا، كأنكم كده جايبينها من أفخم المحلات. وكمان كل ما تسيبوها وقت أكتر هتلاقوها كده بتدوب أكتر وبطعم بتجنن حرفيا. الحلوى يا جماعة يعني ما شاء الله دايبة ومرملة على الآخر، يعني من كتر ترميلتها تحسوا إنها معمولة بدقيق سميد. وزي ما شفتوا إنها معمولة من الدقيق العادي، كمان اقتصادية ومعمولة بالزيت، وحاجة كده رائعة جدا جدا. وأكيد فايته كتير يا جماعة اللي مش هيجربها. نكهتها كده وطعمها رهيب، وكمان سكرها مظبوط قوي، يعني تاكلوا منها كده ما تشبعوش. كمان حاولوا كده تجربوا مية الزهر مع المربى، بجد خطيرة ومديالها نكهة كده وطعم مميز قوي. جربوها يا جماعة وبألف هنا. وكده خلاص الوصفة خلصت، يا رب تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو، وكمان تشتركوا في القناة لو بتشوفوها لأول مرة. أشوفكم بقى على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.